اهلا بيكم في الحلقه الثامنه من برنامج كواليس خفيه سيزون 2. الحلقه دي هنتكلم على شخص يعني هنقول ان هو ممكن بيبقى موجود حوالينا في كل حته، بنسمعه لكن مش بنشوفه. النهارده هنتكلم على مهندس الصوت. مهندس الصوت في ناس كتير مش فاهمه الشغل ده بيبقى عباره عن ايه او هو وظيفته ايه. طبعا مهندس الصوت موجود في كل حاجة، من اول ما انت بتسمع مزيكا في العربية بتاعتك لحد ما بتشوف فيلم سينما. طبعا بيبقى فيه كذا مهندس صوت بيعمل كذا شغلانة في العمل الفني. يعني في مهندس صوت بيكون موجود في اللوكيشن نفسه، ده بيسجل الصوت بتاع الممثلين، ولو في ما ديالوج بيبقى ما بينهم، واحد بيتكلم لوحده، اي حاجة بتحصل في اللوكيشن. زي ما في مهندس صوت موجود في اللوكيشن، بيبقى في مهندس صوت موجود في المرحلة الثالثة والأخيرة من العمل، اللي هي البوست برودكشن اللي اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي ما بعد العمل. مهندس الصوت ده بيكون مسؤول عن اللي هو بيعمل عملية الميكساج، اللي هي تركيب الصوت مع الصورة. لأن احنا لما بنيجي بنسجل صوت لوحده وصورة لوحده، لازم نركب دول مع بعض في عملية المونتاج بعد كده. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على التصوير ازاي اتغير من ان احنا كنا بنسجل على خام او بنصور على الخام وبنحرق على الخام، الى ان هو بقى ديجيتال. دلوقتي برضو في الصوت الموضوع اتغير من انالوج الى ديجيتال. مهندس الصوت بيبقى عنده امكانيات قوية جدا بان هو بيقدر يأثر على المشاهد بصورة يعني هنقول قوية جدا، لان هو اولا بيعرف ازاي يظبط التوناليتي بتاع الصوت نفسه، ما يبقاش صوت وحش مخروش كده وما يبقاش واطي. يعرف ازاي يعلي صوت امتى، يوطيه امتى لو في حديث شيق او حاجة اكشن معين بيحصل. فبيقدر يلعب بحاجات كتيرة قوي بتأثر على المشاهد فعلا وبيحس بيها. من ضمن الحاجات يعني هنقول مهمة وشيقة جدا في البند اللي احنا بنتكلم فيه بتاع الصوت، ان انت مش مجرد بيبقى عندك تركيب صوت وصورة بس، انت عندك كمان بيبقى فيه مؤثرات صوتية. يعني لو في مثلا صوت عصافير، صوت عربيات، الحاجات دي كلها بتبقى مؤثرات صوتية بتبقى موجودة معانا ولازم تتحط، وبنسميها صوت البيروي. طبعا الاصوات دي مش لازم تبقى اصوات تم تسجيلها في اللوكيشن فعلا، ممكن ان هي يتم تخليقها بشكل او باخر. ممكن ان انت بيبقى عندك بلاي ليست بتبتدي تختار منها الاصوات اللي انت عايزها. انا عايز صوت كافيه، ناس في كافيه، عايز صوت شارع زحمه فيه عربيات كلاكسات وبتاع، وهكذا، وتقوم واخدها حاططها على الفيلم. طبعا كمان بالنسبه للجزء اللي ليه علاقه بالمزيكا، لازم بيبقى فيه موسيقى تصويريه بتتحط على العمل. يعني احنا مش مجرد بنظبط صوت مع صوره، ده احنا صوت مع صوره ومؤثرات صوتيه، وكمان بيبقى فيه موسيقى تصويريه. وبكده تكون حلقه النهارده خلصت. استنونا في حلقه جايه ان شاء الله. برنامج كواليس خفيه سيزون 2 كنت معاكم فؤاد الشربيني.